السلام عليكم ورحمة الله. صباح الخير يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. نزلت جبت شوية طلبات للبيت. قلت بقى اما اسوق وكده واجيب شوية حاجات للبيت عشان ايه البيت خلاص فاضي. نزلت بقى جبت تفاح، وجبت خيار وجبت طماطم وجبت بطاطس وجبت ملوخية وجبت بتنجان وجبت ايه تاني وجبت عنب وجبت بقى لب ومقرمشات للبيت عشان خاطر الأطفال. وجبت والله مش فاكرة. أنا قلت جبت عنب وجبت تفاح وجبت كرنب. جبت كرنباية وجبت ليمون جبت عيش بقى وجبت فطار. وهنا بقى كنت ببدأ إن أنا أجهز الحاجة أنا أفضيها، عشان انتوا عارفين إن التلاجة بتعمل ايه كركبة لو فيها أكياس وشنط يعني وكده. فاحنا لما نرص الحاجة وننظمها في التلاجة بيبقى أحسن لينا. كنت جايبة صحيح شوية طماطم طرية، قلت أفرمها وكده وأغسلها وبدأت أفضيها في التلاجة في الفريزر يعني. فضيت العنب، وبرضه هنا فضيت الخيار. الحاجات دي يا بنات مش باخدها يعني واحطها في التلاجة بصراحة يعني. انا ما صورتش معاكم عشان معلش يعني ما كنتش فاضية والله. بس انا باخد الحاجة دي اغسلها الاول عشان انتوا عارفين الاطفال ممكن تفتح التلاجة وكده تاكل اي حاجة وربنا يكفينا يعني شر المرض. فهنا الحمد لله بقى خلاص قررت ان انا امسك الحاجة يعني انضفها كويس قبل ما احطها في التلاجة. صورتها بس معاكم الاول قبل ما اغسل اي حاجة بصراحة. بس ما جبتش معاكم عشان كنت بصراحة بجهز ايه فطار وكده في البيت. بإذن الله برضو هنزل لكم الفيديو بتاع الفطار. هنا بقى فضيت البطاطس وفضيت البتنجان وكنت فضيت الطماطم. صورت لكم الحاجة صورت لكم الليمون مع اني ما جبتش كل حاجة يعني وانا مصوراه. اللي عرفت اصوره بصراحة هو اللي نزلته. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. متنسونيش بقى في دعوة من قلبكم ليا حلو. مع السلامة.